السلام عليكم يا اساطير، وقبل كل حاجه ما تنساش تصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ثانيا ده جزئين الجديد، الجزء ال 12 من حكايه جونج هاي المحارب المرافق اللي غير معروف. فبدون تطويل كتير انت عارف تعمل ايه قبل ما نبدا الفيديو؟ حاجه بسيطه بتدعمني بيها جدا، انزل حط لايك للفيديو لان ده بيساعد اخوك جدا على انتشار الفيديو، وتشترك لو عايز تشوفني تاني. وبينا بقى على جزئنا للنهارده. بينهض السيد لي وبيسال على عجوز وعلى اخت ريون. العجوز بيظهر من وراه، اما ريون فجونج بيقول له انها بخير لانه شاف الموكي كان بيحميها اثناء الانفجار. بيتحرك جونج بعدها وبيخبط على الحجاره عشان يلاقي مكان هش يقدر يكسره، لكن في نفس الوقت السيد لي بيقول له مفيش فايده لاننا محاصرين هنا. لكن جونج ما بيردش عليه ومستمر في التدوير على مكان هش عشان يكسره. وفجاه بيرفع جونج سيفه عشان يضرب الجدار، فبيصرخ عليه السيد لي لان اللي بيعمله ده تهور والجبل ده هينهار فوقهم. لكن جونج كالعاده ما بيردش وبيستمر في قطع الصخور وليس ضربها. وبعد ما بينتهي من القطع بيطلع سيف الكومادو عشان يضرب القطعه اللي قطعها. وبعدها بيقف جونج وبيقول ليهم الاعداء ممكن يكونوا في الخارج وعشان كده هتبقوا هنا لفتره. لكن ليه بيستغرب لانهم كلهم محبوسين في نفس المكان ولعند دلوقتي ما شافش مكان يخرجوا منه. وفجاه جونج بيضرب الجدار بالسيف وبيفتحه، وبعدها بسرعه كبيره بيخرج من المكان. في نفس الوقت ده ميونج وتلميذ الموكي بيهربوا من القتلة، واثناء هروبهم بيقدر يقضي على مجموعة منهم. لكن للاسف القتلة في كل مكان وبيظهروا من كل مكان وبيهجموا عليهم. لكن ميونج اقوى مما رايناه حتى الان وبيتصدى لهم لعند دلوقتي. وحتى اللي بيكون مختبئ ورا الشجرة بيقدر ميونج بنفس اسلوب الرمي اللي استخدمه مع الموكي في المسابقة. بيرموا القناي عليهم وبتخترق الشجرة وبتصيبهم كلهم. بيروح بعدها لتلميذ الموكي وبيقول له اول ما اتحرك واهجم تنزل بسرعة من على الجبل ده عشان تبلغ باللي بيحصل هنا. فبيعترض وبيقول له لا انا هقاتل معاك. فبيقول له انت عبيط، انت واحد فقط مش هتقدر تتعامل معاه. فبيقول له انا اسف انا ما قلتش حاجه. في الوقت ده قتلت بولمنجاي بيقتربوا منهم، وبعدها بيتحرك ميونج وبيبدا في الهجوم عليهم كلهم مره واحده. ومن وراه دانج ميونج بيهرب، لكن ميونج بيقتلهم. وللاسف واحد من القتله بينجو من الهجوم وبيهجم على دان ميونج. لكن لهنا وانتهى اللعب وبيتم قطع السلسله. وبيظهر جونج في الوقت المناسب وبيقول له تقدر تهرب انت براحتك وانا ههتم بالباقي. بيرجع بعدها ميونج لجانب جونج وبيحاول يتكلم معاه كعادته. لكن في الوقت ده جونج بيبقى غارق في استخدام حواسه، وكل مدى ما بتزداد قدراته في استخدام حواسه اكتر. وفي نفس الوقت القتله المكلفين بانهم يقضوا عليه واقفين مصدومين منه لانه المفروض دلوقتي يكون ميت بسبب القنبله. فبيفتح جونج عينه اخيرا وبيقول له ميونج بعدها انا تارك اثار ورايا ولو اتبعتها ستجد السيد لي. ومن بعدها بيتحرك ميونج وجونج بيتوعد للقتل دول بانه سينهيهم في 15 دقيقه فقط. ومن بعدها بينفجروا من الغضب وبيهجموا عليه. لكن جونج ما بيتاثرش وبيمسك اول واحد وبيقضي عليه في لمح البصر، وبضربه تانية بينهي تاني واحد وبيستخدمه عشان يوقف هجوم الشخصين اللي جايين من وراه. لكنهم ما بيوقفوش وبيخترقوا جسد صاحبهم بسيوفهم. لكن جونج ما بيتاثرش وبيتفاداهم وبسيف الكومادو بيقضي عليهم مره واحده. ورابع واحد بيجرب حظه معاه وبيهجم بالسلسلة، لكن جونج بيمسكها وبيقطعها وبيقطعه هو كمان. اما اخر واحد بقى بيبقى واقف مرعوب من جونج، لكن جونج ما بيعطيش ليه الوقت حتى يترعب اكتر من كده. وفي لحظة واحدة بيكون قدامه وبيقضي عليه. وبعد ما بينتهي جونج بيقف وبيتضح ان ميونج لم يغادر المكان وواقف يتفرج على القائد وهو متفاجئ من طريقة قتاله. وبعدها جونج بيجاوب له على سؤاله ان كان اصبح واحد مع السيف ام لا. وبيقول له بعدها لو كان الشعور بالراحة بيأتي بعد رؤية دم الاشخاص على يدك هو ان تكون واحد مع السيف، فدلوقتي انا واحد مع السيف لو كان هو ده الشعور. بنروح بعدها لريون وبعد ما بتتذكر الانفجار اللي حصل بتصرخ من الخوف. لكن الموكي بيهديها وبيقول ليها احنا بخير وده بسبب المحارب جونج ولولا لكنا متنا الان. ومن بعدها بيتحركوا من تحت الصخور وريون بتربط للموكي على الجرح. وبعد ما بتنتهي بيقف الموكي عشان يعمل زي جونج ويجد مكان هش عشان يكسره. وبالنسبه لريون فبتكون على عكس اخوها ليه تماما وبتكون واثقه في الموكي ومفكره بان الموكي سيجد طريق للخروج من هنا. وبالفعل الموكي بيلاقي مكان، لكن للاسف بيكون على عكس جونج هو كمان ومش هيعرف يكسره، او بمعنى انه خايف يكسره لانه لو كسروا الجبل سينهار. وبعد فتره فجاه ريون بتقف وبتجري ناحيه الجدار لانها سمعت صوت غريب هناك، وده بيكون صوت اخيها ليه وهو بيطمن عليها وبيقول لها بعدها ان المحارب جونج كسر الجدار وغادر عشان يشوف الوضع في الخارج. ومن وراها بيكون الموكي متفاجئ من جونج لانه قدر يكسره. لكن بعدها بيهتز المكان بالكامل وبيجري الموكي ناحيه ريون عشان يحميها. لكن بيتضح ان ده بفعل المتسولين لانهم كانوا بيحفروا ليهم
لهم مخرج، لكن فجأة بيتم الهجوم عليهم من وراهم لأن الأعداء سمحوا لهم بالهرب واتبعوهم لعند هنا عشان يجدوا باقي عائلة جانج. ومن بعدها بيقفوا كلهم قدام الموكي عشان يهجموا عليه مع بعض، وعلى الرغم انهم اقوياء لكن الموكي بيبتسم وبيطمن ريون وانه سيتعامل معاهم. ومن بعدها بيسحب سيوفه وبيهجم عليهم الاول. بنروح بعدها لميونج وهو بيقضي على القتلى بمجموعات، ومن فوق جونج بيتحرك وبيقاتل كأنه وحش لا يرحم. ومن بعدها بيجتمع كل القتلة في صف واحد، لكن ميونج بيقول لجونج روح انت انقذ ريون وانا ساهتم بهم هنا. وبالفعل جونج ما بيصدق وبيتحرك بسرعة، ولكنه بياخد نص اللي كان في سكته معاه، وحتى ان القتلة بتحاول توقفه وبيهجموا عليه بعدد كبير جدا، لكن جونج ما بيتوقفش ولا حد قادر يوقفه وبيطيرهم كلهم من عليه وبيكمل طريقه عادي. في الوقت ده ميونج واقف مصدوم لانه طلب منه انه يغادر فقط، لكنه تقريبا كده قتل نص الجنود في طريقه. ومن بعدها بيتحرك ميونج هو كمان عشان يكمل عليهم. بنرجع بعدها للموكو وهو بيهجم على اول شخص من القتله وبيقدر يتغلب عليه بالقوه ويدفعه للخلف، وبعدها بيقدر يصد كل هجمات القتله من كل مكان، لكن بسبب اصابه ذراعه من الانفجار بتزداد صعوبه الامر عليه اكتر، لكنه بيقدر يواكب الامر وبيصد كل هجمات القتله واحد ورا التاني. وبيقرر بعدها انه يقضي على صاحب اشرس سلاح ما بينهم كلهم، ومن بعدها بيعمل دوامه من الرماد قدامهم عشان يتفادى السلاح الدوار ده. وبعدها بسرعه مذهله وبطريقة عجبتني بصراحة بيتفادى الكل وبيصدهم بالكامل، وبيتجه لصاحب أخطر سلاح وبيقضي عليه، لكن للأسف دراعه بتتأذى ومن دلوقتي مش هيقدر يستخدمه. بيقف الموكي بعدها وبيجرب طريقة تانية، وهي انه يقنعهم بانهم يهربوا وهو هيسمح ليهم بالهرب ومش هيطاردهم، لكنهم عارفين خطته وبيكملوا هجوم عليه. والمرة دي بيبقى أشرس من المرة اللي فاتت، وبعدها بيقولوا له احنا عارفين انت بتعمل كده ليه، لكن مهما هيحصل هنقتل السيدة اللي وراك دي. وبعدها بيبعدهم الموكي وبيكتشف ان واحد منهم مفقود، والمفروض انهم 4 مش 3. واثناء ما بتكون ريون بتهرب وبتستغيث بجيا بانج او اي احد يساعدها بيظهر قدامها الشخص الرابع، لكن لسوء حظه المنيل بتطلع الكوناي وبترشقه في عينه. بيصرخ باعلى صوته وبيغضب منها جدا وبيقول ليها انا هقطع كل اطرافك وهدفنهم قدامك، وبيرفع ايده عشان يضربها، لكن لسوء حظه تاني المنيل بيتم قطع ايده بالكامل. وبعدها بيمسك جونج راسه وبيقول له هتقطع اطرافها ازاي يعني زي كده مثلا، وبعدها بيمثل الوضع وبيقطع هو اطرافه وبيقضي عليه. بعدها بنروح لوش المصايب بسبب كل الحرب دي بعد ما وصل لقصر زعيم عائلة بانج، وهو بيصرخ عليه وبيشتمه بالوغد بسبب المصايب اللي عمال يعملها من وراه، لكنه بيعمل نفسه مش واخد باله ومش عارف هو بيتكلم عن ايه. فبيزعق له اكتر وبيقول له ما تحاولش تخدعني، أنا صحيح رجل عجوز ولا أتحرك من على السرير، لكن أنا عشت أكتر مما عشت وعارف أنت بتفكر إزاي. فبيعرف إن رئيس جيا بانج هو من وراء كل معرفة الرئيس باللي بيحصل من وراه، ولكنه بيستمر في التظاهر بأنه مش عارف حاجة بحجة انه كان بيخطط لمستقبل العائله ل100 سنه قادمه. فبينصدم الرئيس منه لانه عارف انه استعان بالقنبله الضخمه والتي تسمى يون جريم. فبيقول له بعدها وش المصايب ايوه انا استخدمت القنبله دي عشان عائله بانج تاخد فرصه للتقدم وتصبح اقوى، زي ما حصل كده مع فصيل جارم اللي استخدم القنبله دي ودمر بيها مجموعه تشون جونج. فبيقول له الرئيس بعدها وهو غاضب منه وعلى اخره كمان منه يعني انت استخدمت عائله السيوك عشان تدفن عائله جانج، وكمان بتستخدم عشيره الشر والقتله، انت باللي عملته ده فايدة عشيرة بانج كلها قد اتسخت. وبعدها بيهدى الرئيس مرة واحدة بسبب الألم المفاجئ وبيقول له انت مفكر ان التحالف سيبقى للأبد؟ لن يتبقى شيء على حاله، انت الآن تحارب عشيرة ضعيفة لكن الغد ستحارب شيء لا يمكنك الفوز ضده، هذه قوانين هذه الحياة. فبيقول له بانج بعدها يبقى لازم نكسر هذه القوانين لأننا ببساطة عائلة بانج، وباستخدام القنبلة المحسنة لن يكون هناك أحد يستطيع إيقافنا. هنا بقى بينفجر الرئيس من الغضب لأنه من دلوقتي هو من سيوقفه، ولكن للأسف بيقع الرئيس على الأرض من أثر انحراف تشي وتدمير أوعية التشي الخاصة بيه لأنه استخدم طاقته الداخلية وهو مريض. فبيستغل وش المصايب الفرصة دي وبيكتم نفس رئيس العائلة عشان يسمح لنفسه بعمل أي شيء من الآن بدون تدخله. بنروح بعدها للموكو وهو بيحاول يهرب من القتلة عشان ينقذ ريون من الشخص الرابع لأنه لعن دلوقتي ما شافش جونج معاها، لكن القتلة ما بيسمحوش ليه بالهرب منهم، لكن فجأة بيتجمدوا مكانهم كلهم لأن الوحش قد حضر. وبيقف الموكي بعدها قدامهم وكأنه مش فيه حاجة، وده لأن جونج حضر للمكان.
بنرجع بعدها لكسر عائلة بانج لما بانج هو بيدخل عليهم فجأة لما عرف بموت أبيه، فبيقول له بانج بعدها لما كنا بنتكلم مع بعض حصل له نوبة وبعدها تقيأ الدم وحصل على انحراف التشي، وقبل ما تمكن من معرفة أي شيء مات على الفور. فبيمسك الدواء بيستغله لمصلحته وبيتسأل بعدها عن من الذي أحضر هذا الدواء لهنا، فبيقول له بانج بعدها هو واحد من عائلة جايا بانج، فبيقول له وش المصايب أكيد هم من وراء موت الزعيم بهذا الشكل. وهنا بيبدأ الشك من الشخص الوحيد الصالح في هذه العائلة بالكامل، وبعدها بيزيد الطين بلة وبيقول له ماذا سيحصل لو الناس سمعت اللي حصل هنا. أكيد هيبدأوا في الشك في إن ابنه اللي هو أنت وإنك حاولت تأذيه بسبب الدواء ده، لكن أنا هضحي بنفسي وإنت من ستقول للكل بإني أنا من أعطاه الدواء، وبكده سأخد التهمة بدلا عنك بما إننا في منتصف المعركة. وبالفعل بيقنع الشاب وبيقول له بعدها أنا هعمل كل اللي أنت بتقوله ده. بنرجع بعدها للموك اللي لسه بيتجاكر وبيقول له جونج ارجع انت وانا ههتم بيهم، فبيبتسم جونج وبيقول له اتفضل. بيتقدم الموك وبيهجم على شخص واحد منهم لكنه بيواجه صعوبة معاه بسبب ايده، ومن بعدها بيتقدم المحاربين التانيين عشان يقتلوه، لكن جونج في لمح البصر بيبقى غارز السيف في واحد منهم وسيف الكومادو في الشخص التاني. اما بالنسبه للشخص الاخير فبيهجم على الموكي من وراه، لكن الموكي بيمسك سلاحه، وفي الوقت ده الموكي بيكون رمى سلاحه في الهواء وبعدها بيطلع يمسكه وبيغرزه في ظهر القاتل، وبعدها بتجري ريونا عليه وبتطمن عليه وبتقول له بما اننا انتهينا دلوقتي هتقدر تعالج جراحك. فبيقول له جونج بعدها لا دي البدايه فقط لان الخطر قادم في الطريق. ومن بعدها بتظهر قوات الشر المظلم في المكان، ودي بتكون قوات مش عاديه لانها اقوى بكثير من قوات بول من جوي اللي قتلوهم من شويه. ومن بعدها الموكي بيقول ليهم لازم نهرب من هنا، لكن جونجي كان ليه رأي تاني وبيتقدم وبيقول ليهم انا ههتم بيهم وانت راكب وعدوا ورايا سأقتل كام واحد منهم. فبينصدم الموكي لان القتلة لا يقل عن 70 شخص، وحتى لو كان في كامل قوته لن يستطيع التعامل معاهم أو حتى سيكون لديه فرصة صغيرة معاهم. لكن لو جونجي قدر يقلل عددهم ل20 محارب لكنه بيتوقف عن التفكير لأنه من المستحيل على جونجي هزيمتهم. في نفس الوقت جونجي بيصدم القتلة وبيقول ليهم اللحظة الأولى هقتل 1 واللحظة الثانية هقتل 4 أما التالتة بقى فهقتل 5. ومن بعدها بيتحرك جونجي في لمح البصر وفي ال3 ثواني بيكون العدد اللي قال عليهم مرمي قدامه. في الوقت ده زعيم القتلة مش مصدق ان الشخص ده بشري عادي بل وحش، وكذلك ريون مش مصدقه ومش قادرة تستوعب ان اللي بتشوفه دلوقتي ده صحيح ام لا. لكن الموكي بيقول ليها انت شايفة صح، وانا حتى ما كنتش متوقع ان المحارب جونج يقاتل بهذا الاداء، لكن من دلوقتي هتكون البداية لان القتلة سيأخذون حذرهم وستبدأ المعركة الحقيقية. وهنا بيعرف الموكي اخيرا ان جونجي كان بيخفي مهارته لما كان بيتقاتل معاه اخر مرة، وهنا القتلة بتحاصر جونجي من كل مكان وفي نفس الوقت بيهجموا عليه، لكن جونج بيستخدم سيفه لتفادي هجماتهم بالكامل، وبالكومادو في ايده التانية بيطير نصهم وبعدها بيسحب سيوفهم بسيفه التاني وبيوجه كل السيوف ناحيتهم كلهم في نفس الوقت. لكن فجأة من وراه بيستخدم بقيتهم سيف التشي، لكن جونج بسرعة كبيرة بيستخدم سيف الكومادو وبيصد هجومهم كلهم وبيعكسها ضدهم بكل سهولة زي ما عمل قصاد الموكي قبل كده، وبيقف قدامهم وبيقول ليهم لسه بدري تعالوا كلكم لاني هقتل كل واحد منكم. ومن بعدها بيبدأ جونج في قتل كل واحد منهم يمين وشمال ومن فوق ومن تحت ومن كل مكان، محدش قادر يخدشه وحتى زعيم القتلة مش قادر يستوعب اللي بيحصل لان المحارب جونج مش بس فنه القتال اللي قوي بل طريقة عكسه للتشي السيف طريقته لا يمكن تخيلها، وكمان طريقته في التعامل مع الموقف اكتر من روعة، وكمان محدش قادر يصيبه حتى من ظهره لانه بيمنع كل الهجمات اللي جاية عليه من ظهره. لكن زعيم القتلة بيفكر في انه لو قدر يحصل على ريون فهيقدر بعدها انه ينهي هذا المحارب، وخصوصا ان الموكي ضعيف جدا الان. ومن بعدها 4 اشخاص بيهجموا على الموكي وريون، فبيحاول الموكي يصدهم لكنه بيواجه صعوبة كبيرة معاهم، ومن بعدها بيصاب في كتفه لكنه بيقتل 2 منهم. فبتحاول ريون تطمن عليه وبيقول ليها طول ما انا معاكي هكون بخير. ومن بعدها بيظهر قدامه اشخاص اكتر. في الوقت ده بيصرخ على ريون وبيقول ليها اهربي وانزلي من على الجبل وانا هحميكي، لكن ريون بترفض وبتقف قدامه عشان تواجهه. بيشوفها جونج بعدها وبيجري عليها بسرعه كبيره، لكن القتله بيعملوا قدامه سور ضخم من البشر ملغم بالسيوف وبيهجموا كلهم عليه بالسيوف التشي، لكن جونج بيصدهم بالكومادو كالعاده وبيبص من السيف وبيستخدمه كدرع وكرمح في نفس الوقت، وبيتقدم بسرعه كبيره باتجاه الجدار البشري وبيخترق الجدار بالكامل.
كامل كأنه دوامة. وفي نفس الوقت ده القتلة بيوصلوا لريون والموكي بيقدر يقتل واحد منهم، لكن البوكي بيكون سيوف جونج وصلت ليهم قبل الموكي وبيقضي عليهم. فبيوصل وبيطمن على الموكي فبيقول له انا تمام وهرد الجميل ده ليك لاحقا. فبيقول له جونج اعتقد ان ده هيكون صعب شويه عليك. فبيقول له الموكي بعدها انا معايا شويه فلوس وهعطيهم لك. فبيقول له هحكم عليهم لما اشوفهم. ومن بعدها بيقفوا هما الاثنين قدام ريون عشان يحموها، لكن الموكي بيفهم الوضع وبيقول له جونج انا هنزل من على الجبل مع ريون لاني لاحظت انك بتقاتل جيدا لما بتتحرك بحريه. فبيخلع الوشاح وبيقول له استخدم ده لانه هيكون صعب عليك انك تنزل وانت دراعك مصابه. بعدها بيبتسم الموكي لريون اللي تقريبا مش فاهمه هم قصدهم ايه، وبعدها بيفقدها الوعي وبيشيلها على كتفه وبيبص لجونج وبيقول له انا هعيش لاني سابقى مع السيده ريون لاطول فتره. ولكن جونج عنده نفس الفكره هو كمان. ومن بعدها بيقف قدام القتله كلهم لوحده عشان يهرب الموكي وريون بحريه. بيهرب الموكي مع ريون وبيتفادى من يتفادى ويقتل ان توجب الامر. وعندما تتاح له الفرصه للقتل ونظرا لانه في موقف لا يحسد عليه فهو فاهم الدور اللي بيلعبه جونج كويس في حمايه ظهره. وبالنسبه لجونج في الموقف ده بيفكروا بعدوان فرقه تشون جونج الجدد جين شيون من عشيره مودانج وسوك هون من عشيره تشيونج سونج اللي كانوا بيمثلوا وقتها قلب ومركز فرقه تشون جونج. بقدر ما كانوا اقوياء لكن سيوفهم كمان كانت ايضا عادله وقلوبهم اطيب من اي شخص اخر، ولكنهم كان اول من ماتوا. في الوقت ده كان زعيم مجموعه القتله بيفكر في جونج وانه امتى هيتعب المحارب ده. بيقف بعدها الموكي في مكانه وبيشعل نار عشان يكوي جرح اللي في كتفه، لكن اول ما السيف بيلمس جسمه بيغمى عليه من الالم. فبتتفاجئ ريون بعدها وبتصرخ عليه فبيصحى على طول. في نفس الوقت مجموعه القتله بدات تتواجد في المكان، وهنا الموكي بيجيله فكره وهي ان الحل الوحيد انه يقتل زعيم هؤلاء القتله، والوحيد القادر على كده انه يعملها هو المحارب جونج، وعشان كده لازم يتحمل لعنده قدومه. بنروح بعدها لمجموعة القتلة اللي كانت بتطارد جونج، لكن زعيمهم بيبقى غاضب جدا لأنهم فقدوه بينما كانوا بيطاردوا الموكي. وبعدها بيأمرهم قائدهم إنهم يبدأوا في البحث عنه في كل مكان. وفجأة بيسمع صوت جونج في المكان فبيترعب وبيظهر ليه جونج بعدها وبيقول له لقد وقعت في الفخ يا كروديا. بيصرخ بعدها قائد القتلة عشان حد يلحقه، لكن مفيش حد في المكان سمعه. فبيستسلم للأمر الواقع وبيقرر أغبى قرار ياخده في حياته وهو إنه يواجه جونج لوحده. بعدها بيضغط على نقاط تدفق الدم عنده وبيظهر قوة كبيرة جدا، والقوة دي بتكون مقابل حياته. فبيقول له جونج بعدها انت شكلك كده مستعد للموت، لكن مش مهم لانك كده هتموت. ومن بعدها بيهجموا الاتنين على بعض في وقت واحد، لكنه بينصدم من جونج اكتر لانه قدر يصد ضربة تشيز سيف بكل سهولة وبيستمر في التصدي ليه بسيف الكومادو. ومن بعدها بينط جونج وبيلف جسمه عشان يضربه وبيسمح حتى ليه انه يصيبه في كتفه لانه ما عندوش وقت يلعب معاه اكتر من كده، لكن في المقابل بيقضي عليه. في الوقت ده بيكون مجموعة القتلة واقفين مصدومين مكانهم من هزيمة زعيمهم. فبيقول لهم جونج بعدها بعد موت فصيل بولمنجوي وزعيمكم مات كمان، ولو اختفيتم دلوقتي انتوا كمان فاعتقد ان عشيرة جوي ستباد بالكامل، وممكن كمان تكونوا مفكرين انكم ممكن تفوزوا ضدي لان مش في كامل قوتي، لكن انا اوعدكم ان اقتلكم كلكم. فبيوقفهم شخص منهم وبيعترف انهم خسروا القتال قدامه وانهم هيتراجعوا الان لانهم لو ماتوا هنا فعشيرة جوي ستباد ولن تكون اقوى عشيرة شريرة بعد الان. وبعد ما بتغادر مجموعة القتلة بينهار جونج لانه من بعد تقاعده لم يتدرب نهائيا، وعشان كده مش غريب انه لم يعد يمتلك القدرة على التحمل، لكنه بيكمل وبيجري بسرعة عشان يجد ريون والموكي قبل ما يتقتلوا. بنروح بعدها للموكي المشغول في التصدي للقتلة، ومع أول فرصة بيهجم واحد منهم على ريون لكنه بيتوقف فجأة لما بيلاقيها بتبتسم ومش خايفة منه. فبيسألها بعدها انت ليه بتبتسمي؟ فبتقول له لأن عائلة بانج فعلت كل ما تريدها وباستخدامكم كمان. فبيقول لها انت مجنونة، عائلة بانج كانت عايزة تبيد عائلتكم فقط. فبتقول له أنا عارفة بكده لكنكم انتم كمان ستموتوا بعد انتهاء هذه المهمة لأننا نحن عائلة جانج الطعم، أما أنتم بقى فأنتم الحيوانات البريئة العمياء، أما الصيادون الحقيقيون فهم عشيرة بانج. وأضمن إن أي عشيرة شريرة من الذين شاركوا في هذه الحرب لن تقدر على وضع أرجلهم في كانج هوا لمدة 10 سنوات قادمة على الأقل. وفعلا بيقتنعوا بكلامها وبيتسألوا عن وجود عائلة بانج في المكان، وحتى الموكي بيقتنع بفكرة ريون في إنها تهز صورة عائلة بانج قدامهم. وبعدها بيضحك الموكي وبيقول ليهم دلوقتي عشيرة بانج حققت إنجاز عظيم بالقضاء علينا، لكن في المقابل سيتم مسح عشيرة غوي الشريرة للأبد. بعدها بيقتنع الأشرار بكلامهم لكنهم هياخدوا شخص واحد فقط منهم ليكتشفوا الحقيقة، والشخص ده هي ريون بالطبع. أما الموكي بقى فسيتم قتله، لكن المجموعة اللي كانت مع جونج بتظهر وبتؤمر الباقي بالانسحاب.
وده طبعا بفضل المحارب جون. بيظهر بعدها جونجو بيروح يطمن على الموكي، فبيقول له بالنسبه ليك فانا تأذيت بشده. وهنا بيتم حرق الغابه بالكامل لان القتله تريد مسح اي دليل وراهم، واي دليل بيدل على ان هذه خطه عائله بانج. وبعدها بيظهر احد المتسولين بيحذر رئيس عائله جيا بانج ان عدد ضخم من قوات ميليونج تحركوا لجبل اونسو. فبينصدم الرئيس من كميه الاعداء الرهيبه من العشائر الشريره اللي اجرهم بانج لقتل عائله جانج. ومش كده وبس، لكن عائلة مو يونج صعدت للجبل هي كمان، ودي بتكون عائلة من الجنوب وكمان من أقوى 5 عائلات زي عائلة بانج كده. إيه بقى اللي هيحصل؟ ده اللي هنعرفه في الجزء الجديد. وبس كده لهنا أقدر أقول لكم لهنا نكون وصلنا لنهاية جزءنا للنهاردة، وشكرا لكم جدا لو وصلتم لعندي هنا. وقبل ما تقفل الفيديو ما تنساش تخدم عظمتك بالصلاة على النبي، وتنزل تدينا تعليق عظيم زيك، وتدعمنا باللايك الجميل بتاعك، وتشترك لو حابب تشوفنا تاني. واشوفك في جزء جديد على خير ان شاء الله. and peace.